في ليالي الشتاء الجميلة كنا محتاجين أكل يدفينا، فطلعنا على النجاح علشان ناكل نيفا في تاني تجربة لينا، بس المرة دي مش في الغورية. النهاردة احنا في فرع مدينة نصر، وده الفرع التاني والجديد ليهم. تعالوا قبل ما نبدأ نصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان أقدر أستمر على خير. رحنا مدينة نصر 164 امتداد رمسيس أمام وزارة المالية. وزارة المالية هنا كده، واحنا يا دوبك عدينا الطريق وصلنا، وزي ما احنا شايفين الإقبال كان ما شاء الله كبير. وملحوظة علشان تروحوا وما تقفوش كتير، يفضل إنكم تحجزوا وتروحوا على ميعاد مظبوط. وصلت قبل الميعاد بساعة تقريبا، وكان معايا عمرو قاعد بيعد دقايق الانتظار علشان كنا جعانين ومش مستحملين. بعد ساعه تقريبا دخلنا جوه علشان نشوف الاجواء ونقابل الحاج حسين علشان يكلمنا شويه عن النيفا بنفسه. النيفا شغل الحريفه، محلنا الاصلي بتاع جد الحاج حسين الكبير في الغوريه 120 سنه، واحنا ده فرع من فروعه. الضاني طعام اهل الجنه، ما من نبي الا وراء الاغنام. سيدنا ابراهيم فدى سيدنا اسماعيل بذبح عظيم كبش من الجنه، يبقى دواب اهل الجنه الضاني. المرعى الضاني الصعيدي برسيم فول ذره، الخضره المرعى بتاعنا بتاع الصعيد، ميه العذبه، خير الانهار نهر النيل ودجله والفرات. لحمه النيفا بتيجي من ايه بقى؟ من الخرفان، ما انا قلت لك من الضاني. بص هيطلع لك، بص ده الزند، بص دي الموزه، دي الرقبه، بص اللحم عامل ازاي. ده المرعى الضاني. تسلم ايه؟ بس مولعه. احنا عايزين نعرف المشاهدين، لان الناس المره اللي فاتت قالت لنا احنا عايزين نعرف طريقه التسويه، نعرف طريقه التسويه في التنور. تنور تنور تحت الارض بخشب الفحم او بخشب الشجر يعني. ده التسويه الاولى صح؟ التسويه الاولى. وهنا التسخين بس زي ما انت شايف كده. هنا بنسخن، بنحتفظ بالسخونيه. الشغل بتاخد السخونيه. ده سيفستيش بيحتفظ بالسخونيه. واديك شفت اللحمه عامله ازاي، بص. يلا. بعد كده قعدنا علشان نشوف المره دي هنجرب ايه ونعرف ايه الاختلاف او الجديد في الفرع هنا. النيفا كده كده اساسي، وده طبقين، كل طبق وزنه تلت كيلو، وسعر الكيلو هنا برضو 740 جنيه. وده طبق ميكس سجق مشوي ومخاصي، وطبقين كفته الطبق تلت كيلو، وطبق البهاريز اللذيذ اللي ما نقدرش نفوته مع السلطه وميه السلطه اللي لحقناها المره دي. هسيب لكم اللينك في التعليقات في الصفحه اللي فيها التفاصيل عن الاسعار والعنوان وكل حاجه. وبسم الله عمرو هيبدا، ويا زين ما اختار بدا بالمخاصي، واضح انه بيحبها. المخاصي بتكون مستويه مع النيفا وبتتقطع وتنزل حسب الطلب. عمرو مجربها قبل كده وبيحبها اصلا وعجبته هنا برضه. هيدخل على النيفا وياخد لقمه متينه مش خفيفه، ويمسك حته اللحمه علشان يفصصها ويلاقيها دايبه ومتفصصه لوحدها من غير اي مجهود، وينزل باللقمه غطس في الطحينه ويعمل معاها السليمه ويودي، وباين عليه الروقان زي ما احنا شايفين. وبعدين هيجرب بقى السجق المشوي، ويمسك السجق وياخد منه حته في العيش، باين من شكله ولمعته كده انه على المظبوط، وياخد اول لقمه ويبلع معاها بالطماطم. ويقول السجق هنا ما بيهزرش. بعد كده دخل على الكفته المشويه. صبع الكفته كان حجمه كبير، ومن شكله هنعرف انه مستوي كويس، وشكله كمان جامد ويفتح النفس. بس عمرو لازم يشوف الاول جوسي ولا مش جوسي، ويلاقيه جوسي ويقسموا نصين ونودعهم هما الاثنين. البهاريز بقى، عمرو قبل ما يدخل على البهاريز قال ما اقدرش اجي النجاحي من غير ما اكل بهاريز. البهاريز دي بتكون الباقي من تسويه اللحمه اللي في سنديش التسويه، الحتت الصغيره اللي بتقع من ذوبان اللحمه، ودي بتكون ميكس حتت لحمه صغيره مع الدهن، بس بتبقى نسبه الدهن اكتر وباينه قوي. والبهاريز هيحبها الناس اللي بتحب الدهننه، وانا وعمرو حبيناها من اول مره، بس يفضل انكم ما تاكلوش منها كتير. حتى عمرو قال البهاريز دي في قلبي. هبدا انا بقى ونسمي وندوق علشان الكلام يروق، بس هنسلم على السويفي اللي كان منورنا النهارده ونقول له اتفضل معانا، ونرجع نشوف حوار النيفا، واعمل لقمه كبيره ومتينه وانزل بيها في الطحينه. النيفا جمدان وعلى وضعها، نفس الطعم اللي في فرع الغوريه ومن المره الاولى وهي حلوه، دايبه وطريه وطعم لحمه خالص بدون اي اضافات. بعد كده هشوف طبق السجق والمخاصي، وهبدا بحته من المخاصي واللي اول مره هجربها. وعمرو قال لي كلها بالعيش علشان دسمه يا سندباد، وفعلا لما جربتها طعمها كان تقيل ودسم شويه. حسيت اني باكل كبده، بس المخاصي اكتر دسمه من الكبده شويه، وبالنسبه لي كانت عاديه يعني، مش حلوه قوي ومش وحشه. نشوف السجق بقى واللي حبيته من المره الاولى، بس المره الاولى كان مستوي سلق مع النيفا، لكن المره دي كان سجق مشوي، وتقريبا كده المشويات موجوده في الفرع ده بس. وعجبني السجق المشوي اكتر من اللي مستوي مع النيفا، ومع الطحينه كان الطعم اجمد واجمد. هدخل بقى طري العمليه بشويه بهاريز 100، وبعد كده اشوف الكفته المشويه واللي من شكلها خلاني اكلها من غير عيش الاول. فعلا زي ما توقعت طعمها كان حلو قوي، وعملت لقمه كمان
ونزلت بيها غطس في الطحينه، وبكده قضينا احلى عشوه واتدفينا. بغض النظر عن تاريخها بحبها. عمور ده حبيبي، عمور ده حبيبي. وحابب طبعا اشكر يوسف اللي كان في المرتين مقابلته لينا كلها ذوق ومحبه. والحمد لله تجربه الاكل في النجاح هنا في فرع مدينه نصر عجبتنا جدا زي اول مره في الغوريه. كده كده النيفه عجبانا من المره الاولى هي والبهاريز، بالاضافه بقى للسجق والكفته المشويه اللي عجبونا المره دي. وفي النهايه بقى اللي جرب الاكل عند النجاح يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برده رايه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.